صناعة المحتوى. مين فينا في يوم من الأيام ما فكرش إن هو يصنع محتوى وينزله للناس، خصوصا لو هو عنده موهبة أو عنده هواية حابب يشاركها مع الناس؟ ولكن الحاجة اللي بتواجهك إزاي إنك تطلع ده للناس بشكل يكون كويس. السلام عليكم، أهلا بكم في حلقة جديدة وموضوع جديد. أتمنى كلكم تكونوا بخير وبأحسن حال ودايما مبسوطين. أتمنى قبل ما نبدأ موضوعنا تعمل لايك وكومنت على الفيديو ده، وكمان تعمل متابعة لو الموضوع عجبك. وإن شاء الله بنبتدي سلسلة جديدة مكونة من 3 حلقات عن صناعة المحتوى، هنشرح فيها كل الجوانب اللي ليها علاقة بصناعة المحتوى بشكل احترافي، كمان بإمكانيات قليلة ولكن الجودة بتاعتهم عالية جدا. خلينا نبدأ في موضوعنا النهاردة ببداية أو أهم عنصر من عناصر صناعة المحتوى، وهي الصوت. بداية من التسجيل لحد تحسين الصوت، كل حاجة تخص الصوت إن شاء الله هنشرحها النهاردة. ويلا بينا نبدأ. في البداية عشان تسجل صوت، سواء بتصور مثلا بالموبايل أو بتصور بأي مصدر للتصوير، كاميرا، أي شيء، هتحتاج إنك أنت تستخدم مايك خارجي بحيث إن هو يسجل لك الصوت، غير المايك اللي بيبقى موجود في الجهاز اللي أنت بتصور بيه، لأن المايكات اللي جوه الأجهزة دي بتلم كل الضوضاء الموجودة في المكان، أي حركة أو أي صوت أو أي نويز عموما بيبقى موجود فيه. إنما المايكات الخارجية لما بتتوصل بتركز على الصوت الأقرب ليها اللي هو صوتك، فأكيد إنك أنت هتحط المايك قدامك. وهنا هنوصل لفكرة نوع المايك اللي هنبتدي نستخدم. وأنا النهاردة هعرض عليك 3 مايكات من الفئات اللي هي الرخيصة والمتوسط ولكن الجودة بتاعتهم كويسة. المايك اللي بستخدمه من ساعة ما بدأت صناعة المحتوى وهو مايك بويا باي M1، من أرخص المايكات اللي موجودة في السوق وعليها جودة. مايك احترافي جدا تقدر إنك أنت تستخدمه سواء بتصور بالموبايل أو بتصور بالكاميرا، وده من المايكات اللي هي بسلك اللي بتتوصل في الموبايل أو بتتوصل في الكاميرا. ولكن لو احتجت مايكات لاسلكية وفي نفس الوقت تكون سعرها رخيص، هو ده النوعين بتوع المايكات اللي هقولك عليهم دلوقتي. وده المايك الأرخص للاسلكي اللي احنا هنبتدي نستخدمه. مايك شكله كويس، وكمان بمجرد ما بتوصل جزء البلوتوث بالموبايل تقدر انك انت تستخدم بقى المايك التاني بشكل لاسلكي، وبيجي بنوعين. ممكن يعني لو انت مستضيف حد او كده يقدر ان هو يستخدم المايك التاني، او لو انت ممكن ان هو يكون بيتشحن فتحتاج انك انت تشحن واحد وتستخدم واحد وهكذا. وده كان اول مايك لاسلكي. تاني مايك لاسلكي نفس الفكرة بتاعته، جزء بيتوصل بالجهاز وجزء تاني انت بتبتدي تستخدمه لاسلكي تقدر انك انت تستخدمه. انا مثلا في البداية كان نفس الموبايل اللي بصور بيه هو الموبايل اللي انا بسجل بيه، ولكن بعد فترة ابتديت ان انا اجيب حاجة تانية اصور بيها، موبايل تاني اعلى، وابتديت ان انا اسجل على الموبايل الاساسي اللي هو في الاول. فببتدي ان انا افتح مسجل الصوت عادي جدا، وفي نفس الوقت بفتح تسجيل الفيديو، وفي الاخر بعمل سينك ما بينهم. ببتدي ان انا بسجل الصوت بتاعي عادي جدا، وبعد ما بسجل الصوت كنت في البداية بستخدمه بشكل مباشر وكان برضو النتيجة بتاعته كويسة. ولكن لقيت موقع لتحسين الأصوات في نفس الوقت بيشيل لك كل النويز اللي موجودة في المكان وبيخلي لك الصوت احترافي أكتر، لأن المكان اللي أنا ببقى فيه ساعات كتيرة مش بقدر إن أسجل فيه، لأن بيبقى فيه أصوات من بره البيت وبصوت عالي فبتوصل للمايك غصب عني. فحليت المشكلة دي عن طريق الموقع ده، عن طريق موقع أدوبي بودكاست. فكرة الموقع ده إنك أنت بمجرد ما بتفتحه وتيجي هنا وتدوس على تراي، تبتدي إنك أنت ترفع أي ملف عندك سواء كان فيديو أو ملف صوت عادي. هو في الآخر بعد ما بيحمل بيبتدي إن هو يشيل لك كل الضوضاء اللي موجودة في المكان، وفي نفس الوقت بيبتدي إن هو يعمله لك بملف صوت. كل اللي عليك إنك تفتح أي تطبيق لتعديل الفيديوهات، أي تطبيق للمونتاج سواء على الموبايل أو على اللابتوب أو البي سي. تبتدي تعمل سينك ما بينهم إزاي؟ تبتدي إنك أنت تركب الصوت على الصورة. يعني بتفتح الفيديو عادي وبتيجي عند المكان بتاع الأصوات وتبتدي إنك أنت تجيب الملف اللي أنت لسه بحمله، وبس كده تبتدي تشوف أنت هتبتدي تتكلم إمتى وتحط الصوت مكانه بالظبط وتسمع، وتكتم صوت الفيديو الأساسي وتحط الفيديو الجديد اللي هو متحسن. أتمنى إن أنا أكون شرحت لك بشكل سهل عن موضوع الصوت. جرب الموضوع مرة واتنين هتلاقي نفسك اتعودت والموضوع بقى سهل. حتى لو انت حاسس ان الموضوع صعب فهو في البداية بس، مفيش حاجة بتيجي بسهولة، لازم الممارسة، وان شاء الله كلنا نوصل للي احنا عاوزينه ونحقق اللي احنا بنتمناه. اتمنى تكون استفدت. متنساش بقى اللايك والمتابعة وكمان تعليق. انا يحيى الشافعي،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.